كان هناك في قديم الزمان في إحدى القرى الصغيرة رجل يعيش حياة بسيطة وهادئة. كان يعمل في حقله يوما بعد يوم، يحرث الأرض ويزرع البذور وينتظر بفارغ الصبر حتى تنمو النباتات وتثمر. كانت حياته تدور حول هذا العمل الشق والروتيني. وفي يوم من الأيام وجد رجلا غريبا يجلس تحت شجرة قرب منزله. كان الرجل الغريب يبدو حكيما وعجوزا، وكان لديه نظرة عميقة في عينيه. فضولا اقترب الرجل من الحكيم وسأله: ما هي الحكمة التي يمكنك أن تعلمني إياها؟ ابتسم الحكيم وقال: إذا كنت ترغب في أن تعرف الحكمة، عليك أن تتعلم من الطبيعة. ثم أشار إلى الشجرة المجاورة وقال: انظر إلى هذه الشجرة، تنمو ببطء وثبات، وتحتاج إلى الوقت والجهد لتكبر وتزهر وتثمر. إنها تذكرنا بأنه في الحياة النجاح لا يأتي فوراً، ولكنه نتيجة للعمل الجد والصبر. ثم تابع الحكيم: وانظر إلى النهر الجاري بجوار القرية. مياه النهر تتدفق بحرية وتسلك طريقها دون عقبات. تعلم من الماء أن تكون مرونة في حياتك، وتتكيف مع التحديات والصعاب. فالقوة الحقيقية لا تكمن في المقاومة، ولكن في القدرة على التكيف. استمع الرجل بانتباه وبدأ يفهم الحكمة التي يحاول الحكيم تعليمها له. شكر الحكيم وعاد إلى حقله. منذ ذلك الحين بدأ الرجل ينظر إلى الطبيعة ويستوحي الحكمة منها. أصبح أكثر صبرا وثباتا في أعماله، وفي الوقت ذاته أصبح أكثر مرونة وتكيفا مع التحديات التي تواجهه في حياته. هكذا تعلم الرجل أن الحكمة لا تكمن في الكلمات فحسب، بل في القدرة على رؤية الحقائق البسيطة واستخلاص العبر منها. فالحكمة تكمن في تطبيق تلك العبر في حياتنا اليومية والسعي للنمو والتطور الشخصي. الحكمة الأساسية هي: الصبر والعمل الجد يؤديان إلى النجاح، والمرونة والتكيف تساعداننا على التغلب على التحديات.